إقلاعي. الفنانة رباب ممتاز تصدم الجميع وتكشف ما طلبوا منها المنتج محمد السبكي، فرفضت العمل معه نهائيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. رباب ممتاز فاجأت الجميع وتحدثت بكل صراحة عن الموقف الذي جعلها ترفض العمل مع المخرج محمد السبكي نهائيا. ومن خلال لقائها في برنامج قعدة ستات من تقديم مروة صبري عبر قناة ألف اليوم، كشفت رباب ما حدث في كواليس فيلم حلاوة روح الذي انتج عام 2014 وتركته بسبب هذا الموقف. وبتقول رباب ممتاز: وأنا بلبس في اللوكيشن وكنا متفقين على اللبس وبقالنا شهر في التحضير، دخل المنتج محمد السبكي وقال ألفاظ، وقال ايه دي لابسه كده ليه، وهي تقلع هدومها. كل فريق العمل كان موجود وبيقول تفتح هدومها، عاوز هدوم مفتوحه. انا قلت استنى المخرج. وبتقول قلت لباسم ما بحبش كده وبحبش اسمع الالفاظ دي، انا همشي. جه الاستاذ سامح عبد العزيز قال لي رباب معلش احنا هنعمل كده في المشهد بتاع السطوح وفي الحارة هنظبط الهدوء. ما كانش ينفع تقلع اصلا، ولو كانت تقلع تمام. ورباب ممتاز هي ممثلة مصرية ولدت بالقاهرة وشاركت بالتمثيل في العديد من الأعمال الفنية في السينما والتلفزيون منذ عام 2000. فضلا وليس أمرا فعل زر الجرس ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.